السلام عليكم ورحمة الله، كنتمنى تكونوا بألف خير بصحة جيدة. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. عارفة راسي غبرت عليكم، حتى انا صراحة غبرت على هادشي وتوحشتو، ولكن غير الوقت والظروف. المهم واخا ما كاينه لا مشاهدة لا والو لا حتى حاجة زعما من هاد القناة، فقلت علاش لا، غير ديك التمارين اللي ضربت عليها حتى حاجة ما كتجيب لا مجهود، قلت نعاود نبقى نشارك فيها شي حاجة باش تبقى هكا مفعلة وتبقى حتى المهم إلا كتاب نرجع نخدم عليها مزيان، مكتبش المهم راها كاينة وصافي. واليوم قلت نشارك معكم هاد البسبوسة اللي هكا كتجي ساهلة وكتوجد بسرعة هكا الكوتي. فغادي نقول معكم المقادير. انا درت قشور ديال البرتقالة، زدت عليهم ساشية ديال الفاني، جوج ديال البيضات، نص كاس ديال السنيدة، ساشية ديال الفاني، وكنضربو كلشي غير باليد صافي. المهم قلت معكم مقادير نيشان، حتى نكتبهم لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. كنطربو مزيان هذيك الجوج ديال البيضات مع سنيده مع فانيا ومع القشور ديال الليمون، لان هاد البرتقاله بالليمون فكنديرو هكا المذاق باش كيجي مركز اكثر. ضفت هنايا نصف كاس ديال الزيت، زيت نباتيه، وكل حاجه كنضيفها كنطرب. غادي نضيف كذلك كاس ديال العصير ديال كاس ديال الياغورت اللي بنكهة الفاني، تقدروا ديروا ياغورت طبيعي. وغادي نضيف كاس ديال العصير ديال الليمون او البرتقال. المهم دابا راه كاين الليمون داك الصغير يعني موجود، هذه وقيته ديالو فنستغلوه ونصيبوا به هكا وصفات اللي كيجيو زوينين الصراحه. انا كيعجبني المذاق ديال الليمون. المهم الكاس يكون ما عامرش واحد شويه، يعني ما عامر حتى الفوق، ناقص واحد شويه صافي. كنخلطو مزيان هاد المكونات وكنضيفو كاس ديال السميده رقيقه، هذا الكاس الاول. السميده اللي كنصايبو بها الحرشه والبغرير. كنضيف الكاس الثاني، غادي نوريكم هنا. فالكاس الثاني ما كنعمروش، كندير فيه غير النصف، والنصف الاخر كنكملو بالدقيق الابيض اللي هو الفورس. صافي كنعمر الكاس هكا. الدقيق من طبيعه الحال انا كنت مغربلاه من قبل، ضروري تغربلوه. بالنسبه للسميده حتى يعني الا كانت جديده راه كديروها، ما كانش ضروري كتغربلوا كلشي، سورتو الا كانت عندكم الرطوبه داكشي دغيا تيفسد. ضروري تغربلوه باش تاكدوا ان ما فيها حتى حاجه. وبالنسبه للدقيق فكتغربلوه باش ما يجيوش هكا دوك الكويرات صافي. وغادي نضيف جوج ساشيات ديال الخميره الحلوى، يعني هنا هادو الوزن ديالهم 16 غرام بجوج، يعني 8 غرام في الوحده. ولا كتضيفوا هذوك الاخرين اللي فيهم 7 غرام ماشي مشكل، يعني هذاك على حساب اللي متوفر عندكم. وكنغربلهم صافي وكنخلط كلشي، وكتكون هكا البسبوسه ديالنا واجده. قبل ما نوجدها راني صيبت هذاك السيرو اللي غنسقيه بها، صيبته من قبل. فيه كاس ديال العصير ديال الليمون، كاس ديال الماء، وسنيده حسب الذوق. المهم كاين اللي كيدير كاس، انا ما كنديرش كاس، كندير جوج معالق فقط، كيكونوا كافيين باش تجي شويه حلوه، باش ما تجيش حلوه بزاف عفوا، كتجي هي هذيك. يعني غير نحليوها بدوك جوج معالق سنيده صافي. وهنا عندي المول اللي دهنته بالزبده ورشيته بالسميده رقيقه نيت صافي. كنخوي وكندخلو للفرن على 180 درجه من التحت اولا 200 على حسب الفران ديالكم نتوما، كتكونوا بحال شكل الكيكه. اغلبيه انا كندير 180. كنشعلها غير من التحت حتى كتبان لي طلعات الحموره، كنشعلها شويه من الفوق تحمر صافي. وهذا هو الشكل ديالها، كتجي محمره، كيجي اللون ديالها زوين. وهنا داك السيرو اللي صايبت كتسقيوه بها، كيكون هو برد وهي مازال سخونه، يعني كنسقيوها وهي مازال سخونه باش كتشرب لينا مزيان. كتجي صراحه رائعه، انا من العشاق ديالها، كنصايبها دائما في هذه الوقيته سورتو ديال فاش كيكون الليمون هكا الصغير موجود، كنصايبها بزاف صافي. كنسقيها مزيان حتى كتشرب ليا داكشي داك آه، هذاك السائل كامل كتشربو. عفوا صافي راه نسيت انا على المونطاج ولا هادشي، كنحاول. المهم هاد صافي. وزينتها هنا باللوز كونكاسي، تقدروا تزينوها بالكوك، تقدروا تزينوها بالكاوكاو كونكاسي، المهم لكم الاختيار. بعد ما حمرته هكا شويه في المقله باش كيعطينا داك اللون محمر وكيجي مقرمش.
هي من الأحسن إلا كنتو غتحتفظوا بها، راه كيفزك هذاك داك إلا كنتو غتاكلوها في نهارها زينوها هكا بهاد اللوز ولا كاوكاو كونكاسي. إلا كنتو غتحتفظوا بها من الأحسن زينوها غير بالكوك. الكوك تا هو تقدروا تحمروه شويه وتزينوه ولا تزينوا بيه هكاك، المهم كتجي زوينه. وهذا هو الشكل النهائي ديالها البنات، غير جربوها فراه كتجي زوينه ناجحه من اول تجربه وكتجي ساهله. كنتمنى تقبلوا على هذا الفيديو، المهم غير قلت نطلع عليكم بيه وحتى انا نشارك شي حاجه ونصور شي حاجه. صراحه كيعجبني هادشي نديرو، ولكن الوقت ما كاينش. مهم صافي هنا غادي نقطعها معاكم. برا قطعتها هنا بقى سخونه، هي من الاحسن تخليوها حتى تبرد وتشرب. انا قطعتها مازال ما شربات داك السائل مزيان. المهم خليوها من الاحسن حتى تشرب وتبرد عاد باش قطعوها، فكتجي هكا احسن. انا غير كنت مزروبه فقطعتها معكم هكاك مازال سخونه. وهذاك المقطع اللي شفتو في الاول راه صورته حتى بردت، يعني حتى كنت كناكل فيها وانا نتفكر وانا نصور داك المقطع هكاك باش تشوفوها. يعني ملي كتبرد كتزيد تشرب اكثر. المهم كنتمنى الفيديو ينال اعجابكم، ما تنسونيش من لايك واشتراك، والى فيديو قادم ان شاء الله.